بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الأحباب الكرام، أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف برفقة أستاذنا اليوم البروفيسور إدريس محمد عثمان أرتعة، وهو صديق دراسة وزمالة ومنشأ في مدينة أبورداد بالبلد الحبيب. أنا اليوم سعيد غاية السعادة أن ألتقيه بعد غيبة طويلة، أكثر من أكثر من 40 أو 45 عام. سنحكي عن الذكريات. والبروفيسور إدريس محمد عثمان أرتعة هو محاضر أكاديمي وباحث، وكذلك يعني له العديد من المؤلفات، وهو على علاقة مباشرة باللغة العربية وآدابها وشعرها كذلك. وهو شاعر، وسنقلب سنفتش جيوبه كلها شعرا ونثرا إن شاء الله. البروفيسور دكتور إدريس محمد عثمان أرتعة، مرحبا بك في هذه الحلقة المباركة. مرحبا بك أستاذ أحمد شريف، الإعلامي والأديب والشاعر والكاتب. أنا أبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، صلى الله عليه صلوات وسلم. ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أولا في البدء أحييك أستاذي الفاضل الأستاذ أحمد شريف إدريس لاهتمامك ودورك الفعال في في الإعلام في الوقت الذي ربما تراجعت فيه كثير من القنوات، أو كثير من الناس تراجعوا عن مسألة تقديم القضية الإريترية والاهتمام كذلك بالأعلام أو بعلماء إريتريا وتقديمهم كذلك للناس. وإن شاء الله تكون هذه المداخلة الأولى سنقدم فيها التعريف الموجز عن بدايات الدراسة، وربما أشياء كثيرة اختزلها الزمن ولا نقول راحت أدراج الرياح، ولكن ما آه. زالت في ذاكرتي. صراحة أنا أحمد شريف إدريس من الذين لم تنساهم ذاكرتي، لأنك كنت من الذين يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم. في في مسجد مدينة أورداد، مسجد مم. العامر. نعم. وتلك تلك الاشياء حفرت في ذاكرتي، مع انني كنت اصغر منكم سنا حقيقه استاذي الفاضل. بلاش نعم. بلاش يا دكتور. جميل جدا. نعم. نعم. كانت ايام جميله جدا، ايام مسجد مدينه بغداد. ولعلمك استاذ احمد، يعني كانت العلاقه بين والدي ووالدك علاقه وطيده جدا. يا سلام. نعم. كان صديقين حميمين، كان يتسابقان إلى الصف الأول للصلاة عندما يؤذن الآذان في صلاة الظهر والعصر، لأن هذه أوقات العمل في السوق. وكلاهما كان يملك يعني مكانا بسيط يعيش من الحياة المتواضعة، حياة الإنسان الشريف العفيف الذي يعيش على عرق جبينه. وكانت إريتريا بمعنى الكلمة، لم تكن إريتريا التي التي هي عليه اليوم. إنما مم. كانت إريتريا بالرغم من وجود الاستعمار إلا أننا كنا نعيش حياة كريمة، وآبائنا كانوا يعيشون حياة كريمة، وكانت المودة والمحبة بين الناس كبيرة جدا. وتعرف أنت الأرتا ربما كلهم تعرفهم، آه. إخوانك وزملائك نعم نعم نعم. والذين درسونا جميعا. الشيء الثاني الذي أذكره، أنا لا أدري، ذاكرتي ربما يعني غاب عنها أشياء كثيرة. أنا درست مع الشيخ خليل، سيدنا خليل عليه رحمة سيدنا الله. خليل رحمة الله عليه. نعم. أنا درست عند سيدنا خليل حتى الأحداث الأخيرة التي وقعت، ثم بعدها خرجنا وخلاص. كان هذا آخر لقاء بيننا وبين الشيخ خليل رحمه الله رحمة واسعة. نعم. طيب، بروفيسور إدريس، آسف على المقاطعة. أولا أود أن ألفت عناية المشاهد الكريم عندما يذكر اسم أرتعة طوال يتبادر الأذهان فضيلة الإمام، إمام وخطيب مسجد أغرداد العريق،
سيدنا الحسين أرتع. وأنا شرفت جدا أن التقيت في حلقة من حلقات هذا البرنامج مع صديقي العزيز الأستاذ الشيخ مختار سيدنا الحسين أرتع. وحلقة كذلك في برنامج آخر تحدثنا عن مكانة ورسالة ودعوية الشيخ سيدنا الحسين رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته. تحدثنا عنه بالتفصيل. فالدكتور اليوم البروف إدريس محمد عثمان أرتعة هو من ذلك البيت، من آل أرتعة. وآل أرتعة كده حدثنا. أنا سألت أخونا مختار أرتعة دي جات من وين، فهو شرحها. وشوف شرح الأستاذ الأكاديمي بروف إدريس. حدثنا عن أرتعة، وهي كلمة من آه أشراف الأمور يعني. طبعا المسمى او اللقب ارتعه هذا يطلق على جدنا ادريس ارتعه، ولكن بعد ذلك بداوا يسموا به كل من اسمه ادريس فهو اسمه ادريس ارتعه. انا واحد من الناس اللي اسمي ارتعه، ادريس ارتعه يعني ادريس آه. ارتعه. لكن من غرائب الاشياء ان في الاسره، من الاسره كلها، هذا الاسم اشتهر به اخونا المناضل رحمه الله محمد ادم، أحمد، أيوه، وهو رحمة وهو الله عليه. ابن عمنا محمد آدم علي إدريس أرتع صحيح. رحمه الله. كان في جبهة التحرير الإريترية والتحقنا نعم، نعم. بالثورة والنضال في السبعينات، من السبعينات. وكان محمد آدم رحمه الله رحمة واسعة من الناس اللي إلى آخر نفس كان يتحدث عن التغيير وعن الحرية وعن نعم، نعم. الاستقلال العودة رحمة وعن الله أشياء عليه. كثيرة نعم. جدا. لكن لم تكن الأشياء بالأماني. وآل أرتعاث كلهم يعني طبعا سيدنا الحسين هذه القامة العلمية التي يعني ما فارقت مسجد غرداد حتى انتقلت إلى مولاها عز وجل قرابة 70 عاما. عمل نعم، في هذا المسجد رحمة الله حتى عليه. طبعا آل أرتع عموما أنا لدي بعض المخطوطات آه، لجدنا محمد اللي هو أبو أبي. امم. جدنا محمد رحمه الله كان من الناس اللي كتبوا القرآن الكريم تقريبا حوالي 7 نسخ من كتاب الله عز وجل بخط يده. يا سلام. وأهدى من هذه النسخ واحدة منها لسيدنا الحسين عليه رحمة الله، وواحدة انتقل بها الوالد بعد عليه رحمة الله بعد ما الله هاجر يرحمه. إلى السودان. انتقل بها في صناديق القديمة هذه للطليان، حتى يعني جاءت سيول وأخذت بعد الكتب. وكذلك له العديد من المؤلفات في الفقه و... واللغة جدنا محمد. نعم. كان عالما جليلا، لكن لم يكن، أنا من الأشياء التي تعجبت فيها أنه لم يكن هؤلاء الأعلام مشهورين بهذا المستوى. يعني الذي اشتهر هو سيدنا الحسين عليه رحمة الله، ثم من بعده الشيخ إدريس عليه رحمة الله. نعم، نعم. وأنا تابعت معك الحلقة التي قدمها عمي مختار الله يحفظه وهو في المملكة حتى الآن، جزاك الله خير. هذه كانت حلقة طيبة جدا، تحدث فيها عن مختار وأرسل لي أن الحلقة نفسها كلها أنا تابعتها. يا سلام، الحمد لله. جزاك الله خير على اهتمامك بهذه الأسرة التي يعني أسرة بسيطة متواضعة، يعني تعيش على سيدنا الحسين بالذات. يعني ما كان سيدنا الحسين طبعا ما كان يتقاضى راتب سيدنا الحسين على إمامته المسجد 70 عاما. الله. نعم. يعني تخيل إنسان مثل هذا كيف كان يعيش. كان يعيش من الجنينة التي عنده اللي هو الجاردينة نعم. الموجودة في على ضفاف بركة. والحمد لله رب العالمين، هذه أسرة كبيرة طبعا الحمد لله. ونحن نقول دائما من أكثر الأسر يعني اندماجا مع المجتمع، لأنه في أشياء قضايا كثيرة جدا تربطنا. ما في حلقة إلا وتواصلنا معها. يعني ما في من أسر اجتماعية إلا وتزاوجنا معهم، مع أسرة فلان وأسرة فلان. يا يعني أهلنا سلام. كانوا أكثر الناس مرونة في مسألة التزاوج، وخاصة لأنه
المسائل هذه عندما ترجع للإسلام، الإسلام لا يفرق بين الناس أصلا. هذه طبيعة الإسلام. نعم نعم. عندهم هذه المرونة في مسألة الاندماج، فتجد مثلا أسرنا متداخلة مع عدد كبير جدا من فروع المجموعات الموجودة في مدينة أوردات، متداخلين مع عدد كبير جدا. ف... وأرتع الاسم طبعا. أنا محمد آدم عليه رحمة الله حكى لي عن الاسم، ولكن سبحان الله، أنا ما أذكر الآن بالضبط لماذا سمي أرتع بهذا الاسم. مهم. لكن محمد حكى لي عليه رحمة الله يعني لماذا سمي أرتع بأرتع، وهو أرتع. جد إدريس. أرتع إذا سمحت لي الدكتور، أرتع نعم. هي كلمة بالتجريت، نعم. وناس راتع وأرتعية، ولمسألة عفوا لمسألة رتعت حقوتبل يعني سلك الطريقة أو كانت معقدة فتم حلها. نعم. فكان جدكم يعني إذا ما تحدث عن مسألة ما من المسائل فلا يترك المسألة إلا يقضيها يعني. وإذا دخل إلى أمر ما عفوا لازم لأرتعه يعني. هذا ما تحدث به فضيلة الشيخ أخي العزيز صديق الدراسة مختار سيدنا الحسين. هذا فيما أذكر، ولعلك برضو تضيف مع السؤال القادم. سيدنا أنت قلت طبعا بروف إدريس، أنت قلت درسنا الخلوة مع سيدنا خليل رحمة الله عليه الذي انتقل العام الفائت بمدينة كسلة. نسأل عليه رحمة الله أن الله. يجزيه عنا كل خير. اللهم إن ارحمه. الذي بيني وبين البروف وما نتحدث به لغة كانت أو إيمانا مرجعه الأساس بعد الله سبحانه وتعالى لسيدنا خليل الذي تتلمذنا عليه وختمنا القرآن هنا. فسيدنا خليل كان عنده مرحلتين مكانا يعني، في حوش سيدي كما كنا نسميه، الحوش التابع للمراغنة السادة نعم. المراغنة، وفي حوش ملكه كان في حل السودان. في كانت نعم. حوش انتقالي، مرحلة انتقالية في بيت الخليفة هبتيس رحمة الله عليه، أخوه والده لأخونا عبد القادر هبتيس، حيث كان عمنا هبتيس خليفة مادحا، ورجل كان له علاقة بآل المراغنة. فعندما احتل العسكر في أغرداد عملوا الحوش معسكر، حوش كامل يعني وأنت تعرف. فانتقلنا إلى دار عمنا هبتيس مرحلة انتقالية، ثم ذهبنا إلى حوش سيدنا. ففي أي مكان كنا معا، وكنا معا هذه بالمناسبة قصيدة ل... لأخيك يعني، وإن شاء الله نتحدث عنها يوما إن ما. شاء الله. إن كنا شاء الله. معا في أي الأحواش كنا سيدنا؟ أنا في المرحلة الأخيرة، لأن أنا درست مع جدي الحسين في الحوش سيدنا الحسين نعم، نفسه. حيث كانت له مقرأة. نعم. أيوة نعم، لكن كنت صغير في ذلك الوقت. ثم انتقلت بعدها إلى في المرحلة الأخيرة قبل الأحداث هذه قبل إلى سيدنا خالد. الأحداث ففي حوش نعم. سيدنا خليل. نعم. نعم. في فعلا. المرحلة الأخيرة انتقلت. نعم. نعم. آه حقيقة نعم، بس أنا أحببت أن أتبين أمري. نعم. طيب نعم. دكتور، انتقلت من بعد يوم الأحد كلنا انتقلنا إلى نعم. الوطن الثاني العزيز السودان. نحن نعم. نؤسس لنقاش إن شاء الله سيكون حلقات بإذن الله تعالى إن شاء حسب الله ما تعالى. يتيسر لنا من الوقت. نعم. بعد هل التحقت بالمعهد الدين الإسلامي في أبورداد؟ نعم. التحقت مش كده؟ نعم، أنا التحقت بالمعهد ودرست فيه سنة 76، يعني سنتين، 76 77. بعد أحداث أبورداد. بعد الحدث. نعم. حيث كانت الإدارة لشيخنا شيخ إدريس أرتعة رحمة الله عليه، أم الإدارة. لإدارة أخرى؟ والله الذين لأنه ما سيدنا أذكر. عبد الله وزوز رحمة الله عليه انتقل بعد أحداث ما أغرداد إلى انتظرني السودان. عليه رحمة الله. لا، ما انتظرني الشيخ عبد العزوز رحمه الله. أيوة نعم، ما فيمكن في انتظرني. مرحلة الشيخ إدريس سيدنا الحسين أرتعة أعتقد. نعم. نعم. ونحن لم نشرف بتلك المرحلة حيث دخلنا إلى السودان، فدرست فيها عامين في المعهد درست. نعم. نعم، درست عامين. ثم انتقلت بعد ذلك إلى أين؟ إلى السودان. انتقلت بعدها إلى السودان والتحقت بالمرحلة الابتدائية، ودرست تقريبا يعني المرحلة الابتدائية
ودرست في مدرسة توايت. امتحنت الشهادة الابتدائية مباشرة، وبعدها دخلت الأروما. وفي أروما الوسطى الإعدادية. المرحلة المتوسطة، نعم. والتقيت هناك بعبد الله، عبد الله شريف حفظه الله. أخي أخو من شقيقي. هنا وأحييه إن شاء الله يكون بخير وصحة وسلامة. أخونا عبد الله. ثم بارك الله فيك. انتقلت بعدها إلى المرحلة الثانوية، وهي كانت في الأكاديمية حلفا. وكنت شغوف بدراسة العلوم، وكانت هذه أمنية أخي طاهر حامد نوراي عليه رحمة الله، لو تعرفه الأخ طاهر نعم حامد نعم، نوراي. طاهر حامد نوري. نعم. طاهر حامد نوراي كان يتمنى أن أدخل كلية الطب، وكان مصر على ذلك. كنتوا زملاء في الدراسة؟ لا 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 لا، طاهر رجل طاهر كبير. كبير طبعا. نعم، طاهر كبير. م. أبنائه ما شاء الله الآن خريجين جامعات وجدين في قطر، ربنا طيب، يحفظهم. إيش سر شنو العلاقة بينكم؟ أسرية؟ نعم، طاهر هو أنا ابن عمتي. م. أنا أقول لك العالم هذا كله، الأرتع دخلوا في العالم هذا كله في الأسر، في الأسر كلها يعني. جميل جدا. ثم كان الوراء. يتمنى أن تكون طبيبا. لا، كان يتمنى أن أكون طبيب، ولكن كان لي زميل وأصر عليه، قال لا، نحن ندخل في أول سنة الجامعة، ليش بتضيع في الوقت؟ خلينا ندرس الآداب. فدرسنا الآداب في ذلك الوقت. وين فياتو قط في السودان درست ولا؟ درست في الأكاديمية، أكاديمية حلفا. في ذلك الجامعة الوقت كان، لا لا لا، كانت تسمى الثانوية. الأكاديمية الثانوية. نعم، كانت تسمى الأكاديمية، هي أكاديمية واحدة كانت أصلا. زي الأكاديمية الثانوية في كسلة. أيوة، كانت الأكاديمية حلفا. هم كل وأيوة. حتى في بلادنا هذه أكاديمية بيسموها. أيوة أيوة. يعني شايلينها من الإنجليزي يعني. صح. فالثانويات أكاديميات. نعم نعم، كانت ثانوية أكاديمية. وكان في ذلك الوقت كان في تخصصات من الصف الثاني، الصف تتخصص الثالث، أيوه. إلى من الثالث. الثاني وكان من الثاني إلى الثالث. في الثالث تتخصص علوم أو نعم، آداب. الثاني تختار المواد التي أنت ترغب في دراستها، ثم بعد ذلك تتخصص وتدرس رياضيات أديشنال، أو تدرس الأحياء، وهكذا. فأنت اخترت المساق الأدبي. مساق اخترت المساق الأدبي لأن كان لي زميل كما قلت لك، الله يحفظه، محمد حامد عثمان، وهذا عاد بعد 91 إلى إريتريا، ولكن لا أعلم أين هو. تخرج من محمد جامعة حامد الجزيرة. عثمان. تخرج من جامعة الجزيرة، وكان شغال أظن في كرن، لا أدري، في إحدى الوزارات. محمد حامد عثمان، خريج جامعة الجزيرة. جميل، له السلام والتحية. إن شاء الله له طيب، التحية. أخذت المساق الأدبي نعم. وبعد ذلك أكملت الثانوية. الجامعة بديتها فين؟ الجامعة ما بدأت أنا، أنا مباشرة انتقلت للعمل، لأنه تعرف من يحمل الشهادة الثانوية وإذا وجد فرصة للعمل كان يشتغل. أنا مباشرة ما بدأت الجامعة، مباشرة دخلت في جهاز التعليم الإريتري في التدريس. جهاز التعليم كان ذلك عام كم؟ هذا كان 87 88 هكذا. والأستاذ 88. محمود سبة على قيد الحياة، نعم نعم نعم، رحمة كان الله موجود. عليه وأكرم مثواه. الله يرحمه ويسلمه. أستاذنا مؤسس ومدير جهاز التعليم الإريتري. أنا أسميه نعم، بثقة وزارة التعليم الإريترية الأولى في المهجر. كانت وزارة التعليم بمعنى الكلمة. لا طيب. شك في ذلك. إذا كان في من حسنة تذكر حتى لتاريخ الثورة كله، يعتبر جهاز التعليم الإريتري هو الإنجاز الوحيد الذي أنجزته الثورة، ما في شيء آخر. مم. طيب، جهاز التعليم كان عنده فروع نعم. كثيرة، حيث تشرفت بأن أعمل في هذا الجهاز مم. سنة 90، تحت إدارة وتعيين ولقاء مباشر مع مدير ورئيس الجهاز محمود سبة رحمة الله عليه، حيث عينت في أول وظيفة في المجرم بالخرطوم مسؤولا للإعلام والتوجيه الثقافي للجهاز. ولكن جماعتنا ناس أسمرة ما خلونا ناكل القروش كويس ونستمتع بالمسؤولية والوظيفة الكبرى، فدخلوا أسمرة وتغيرت الأمور، يعني تبدلت رأسا على عقب. طيب، الحمد لله. في أي المدارس كنت أستاذ
بروف إدريس؟ أنا درست المرحلة الابتدائية والمتوسطة، الابتدائي والمتوسط وحتى الثانوي درست. بدأت التدريس بمعسكرات اللاجئين في في منطقة المعسكر سمسم. سمسم. كنت في معسكر اسمه معسكر زنجرار، مهم. إحدى معسكرات سمسم الستة. معسكر زنجرار هناك عدد من المعسكرات موجودة في منطقة سمسم. درست في معسكر زنجرار لمدة سنة، ثم الابتدائي. الابتدائية، نعم، مرحلة ابتدائية، ثم نقلوني إلى كسلة في المرحلة الثانوية. كنت أدرس في المرحلة مم. الثانوية في كسلة، في الشعبية، كانت في المربعات كانت المدرسة. المربعات. عهدك بالجهاز مدرسا كم سنة؟ قرابة 3 سنوات فقط. 3 سنوات. نعم. طيب، أثناء وفاة الأستاذ محمود بعد التحرير بعد 91، هل كنت لازل بالجهاز؟ لأنه بعد التحرير الجهاز دخل في مرحلة جديدة. لا لا لا، أنا غادرت الجهاز في سنة 91. يعني نحن دخلنا الجهاز وأنتم غادرتم، نعم نعم، ثم 91 غادرت. لحقناكم نحن برضو توجهنا إلى أسمرة. طيب، دكتور بروفيسور إدريس، لابد أن نسجل شهادة بحق الجهاز نعم. وإدارته ورسالته ودوره. وأنا الحمد لله سجلت كذا حلقة، وبصدد الحديث عن الجهاز إن شاء الله، جهاز التعليم الإريتري. وكثيرا ما أتحدث عن الجهاز كمؤسسة تعليمية تربوية كبرى، لم يعني حرمت منها إريتريا حتى الآن 36 سنة في عهد التحرير. لم تحقق وزارة التعليم مع مختلف المسميات نسبة 10% مما حققه الجهاز هذا حقيقة. طوال. نعم. فدايرين شهادة أستاذ عاصر الجهاز وعمل فيه ودرس فيه. جهاز التعليم الإريتري يعني أنا أعتبره يعني محطة من محطات النضال الإريتري الحقيقي يا سلام. في بناء الإنسان. لأن الهدف الأسمى هو أن نبني إنسانا، وليس أخشابا أو مجرد نضالات. كان التصور فيها ربما كان قاصرا في بعض القضايا، مع أننا بذلنا الكثير. لكن جهاز التعليم الإدري يعني قدم نموذج، يعني نتمنى أن يعود مرة ثانية هذا الجهاز عبر أبنائه المخلصين المتواجدين في عدد من البلدان. وفي تقديري أنا الأعداد التي خرجها جهاز التعليم الإريتري لم يخرجها أي تنظيم، مع التنظيمات أن عملت، كل تنظيم قام يعمل مدرسة أو شكل من الأشكال. نعم. لكن جهاز التعليم الإريتري يعني ما نستطيع نعطيه حقه. يحتاج إلى تدوين حقيقة، ويحتاج إلى التواصل مع هؤلاء الأعلام الذين بذلوا يعني الكثير. أنا انتقلت طبعا عبر الجهاز. أنا عملت في محطتين، اللي هي الواحدة كانت كما ذكرت في سمسم، والأخرى كانت في كسلة. ومن ثم أيضا كلفوني وأنا في كسلة بالامتحانات إلى منطقة، والله الذاكرة لا تعني، ولكن في بور سودان مثلا. لا 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 لا، اتجاه معسكرات أخرى اللي هي في الوسط. كانت في الوسط، جنوب منطقة مدني، كانت في بعد معسكرات السوكي. سوكي، أيوة. نعم. ذهبت إلى السوكي وأنا كنت حامل معي أوراق الامتحانات، وكم كنت في ذلك الوقت أنا فخور بأنني أنا يعني يسموها الممتحن الخارج أو مراقب الامتحانات. نعم. فاستقبلوني استقبال رائع جدا، يعني ورحبوا بي الإخوة جزاهم الله خير. أنا والله لا أذكر منهم ولا شخصية الآن، لا أذكر من الإخوة الذين التقيتهم في ذلك الوقت البعيد، الآن قرابة 30 سنة وأكثر، أكثر من 30 سنة تقريبا. ما فرحبوا بي وعملت الامتحانات، ثم حملت معي هذه الأوراق وعدت مرة أخرى إلى كسلة. وكانت ربما آخر لقاءاتي مع جهاز التعليم هذه هي. لكن تركت ورائي ثلة من الأعلام المخلصين العاملين
والذين تخرجوا من جهاز التعليم، جهاز التعليم أخذ الناس إلى الخارج. درس نعم. العديد من أبناء جهاز التعليم الإريتري في عدد من الدول العربية، سوريا، العراق، ليبيا في والسعودية الجامعات يعني، وغيرها. الجامعات درس والسودان، ابتداء من السودان. نعم. في جامعات السودان، هذه تم عدد كبير جدا منهم إلى منح الآن، يعني عدد كبير. جامعية، صح. نعم. نعم، فخرج أعداد كبيرة جدا إلى المرحلة الثانوية، لأنه جهاز التعليم كان إلى المرحلة الثانوية، ولكن خرج وعمل أشياء كثيرة. ما في أنا شك. نعم. انتقلت بعدها أنا إلى ليبيا في سنة 1991. انتقلت إلى ليبيا مدرسا؟ لا، انتقلت إلى ليبيا وأنا طالب، لأني كنت أريد أن. طالبا، أوكي، طالب في الثانوية. لا، طالب الجامعة. طالب جامعة. نعم. كيف كان الطريق إلى ليبيا؟ الطريق إلى ليبيا كان عبر جبهة التحرير الإريترية، منحة. منحة دراسية. ووصلت إلى طرابلس، لم يكن معي سبحان الله ولا أحد في الطيارة من أبناء إريتريا. أنا الوحيد الذي وصلت لوحدي. سنة 90 هذا، مش كده؟ وهذا سنة 90، وفي نفس الوقت كان حملوا أعطوني رسالة أنه سيستقبلك شخص من مكتب الجبهة. وفي ذلك الوقت كان مسؤول المكتب رحمه الله أخونا عبد هيجي، أظن توفي هنا بأستراليا. نعم، توفي هنا عبد هيجي، للعلم ليس الصحفي المعتقل اليوم مع نظام أسمرة، ذلك صحفي مناضل. أما عبد هيجي كان هنا رحمة الله عليه، توفاه الله هنا في عليه أستراليا. نعم. السلام. نعم، نعم، نعم. عبد هيجي كان هو مسؤول المكتب في ذلك الوقت. امم. ووصلت إلى طرابلس في 91، ولكن قدر الله لي أنني لم أجد فرصة الدراسة، آه. لأن المشكلة كانت في الشهادة نفسها. يعني شهادة مضى عليها أكثر من سنتين في النظام الليبي، السيستم التعليمي لا يقبلك، يقول لك لازم تدرس الجامعة المفتوحة. امم. وأنا كنت مصر على أني أدرس الجامعة، فمكثت عامين قبل أن ألتحق بالدراسة. وبعدها بدأت أول دراسة لي، كانت درست الحاسوب في المركز العربي للدراسات الإلكترونية. امم. درسنا شيء من الحاسوب. بعدها سنة 93، بعد سنتين ويزيد، في سنة 93 أنا التحقت بجامعة الدعوة الإسلامية، اللي هي كلية الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية. في طرابلس. وفي طرابلس، نعم، في طرابلس. طيب، كان ذلك 93. نعم. طيب، إيش درست؟ درست اللغة العربية والدراسات الإسلامية. يا سلام، هذا مربط الفرس عندنا الآن. نعم. اللغة العربية والدراسات الإسلامية. نعم. كيف كانت تلك المرحلة، بروف؟ لأنه المرحلة هذه. التشكل الفكري والأكاديمي والأدبي والثقافي وحتى الوطني والسياسي يتبلور في الجامعات يعني، حيث لا شك. الطالب في الجامعة هو طالب، طلاب صحيح. جامعيين وليس تلميذ يعني. صحيح. فالانتقال من المعسكرات إلى الجامعة، أدينا كده نعم. ملامح للجامعة، وكيف وجدت الطلاب، ومن كان معك من الطلاب آنئذ من الإريتريين نعني، ومن شخصيات برضو الآن ربما هم غير الإريتريين كذلك، نعم. وزراء، وربما يكونوا في العهد أنا لا أقول العهد البائد، عهد العقيد رحمة الله عليه، ولكن عهد الجماهيرية. نعم. طبعا من المشاكل التي واجهتني أول ما دخلت الجامعة، آه قالوا لي لابد أن تذهب إلى معهد اللغة حتى تتعلم اللغة العربية. جميل. جميل. وطبعا لهم الحق، لأنهم كانوا يجمعون الطلاب الأفارقة من عدد من الدول، يأتوا بهم يدرسون المعهد لمدة سنتين، بعدها يدخلون الجامعة. جميل. فقلت أنا يا إخوة أعرف اللغة العربية، أنا درست اللغة العربية وأنا كنت أستاذ اللغة العربية وكذا. قالوا لي لا، هذا قانون الجامعة. فأنا أصريت، قلت لا، أنا لا يمكن أرجع إلى المعهد، أدرس في معهد ثم أنتقل. هؤلاء لا يعرفوا حتى اللغة العربية، لا يعرفوا حتى يتكلموا بالعربية، كيف أرجع إلى المعهد؟ عندما أصريت قالوا لي تعال أكتب تعهد، إذا رسبت في مادة واحدة نفصلك.
كتبت التعهد، قلت إذا رسبت مخاطرة، لكن أنت واثق يعني. طبعا نعم. رسبت، قلت أرسلوني. المواد طبعا 16 مادة، يعني ما تدرس مواد بسيطة. 16 مادة. 16 مادة في السنة. يعني أنا لو بدأت أعدد لك المواد التي كنا ندرسها تتعجب، يعني ما مواد بسيطة، يعني مواد كثيرة جدا، سواء كانت منها مواد مثلا اذكر لنا خمسة ستة كده. الأدب والنحو والصرف والبلاغة وعلوم القرآن، وتقريبا أيضا الفلسفة وعلم النفس. مواد كثيرة جدا، أنا مم. ربما أذكر لك منها بعض المواد التي عندي. والكتاب الأخضر موجود طبعا. لا 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 لا، بالعكس، نحن ما درسنا شيء اسمه كتاب أخضر. كيف أنتوا كنتوا خارج ليبيا؟ نحن كأننا خارج ليبيا، نحن بعيدين كل البعد عن الكتاب الأخضر. ما ليه؟ عندنا نحن ما عندنا علاقة بالسياسة، نحن طلاب علم ندرس العلوم العربية والإسلامية. يعني ما كان الكتاب الأخضر ما كان داخل هذه ما الأقسام؟ لنا به علاقة ولا نعرف عنه شيء. أنا قلت لك 16 مادة أستاذي مهم. أحمد، 16 مادة. الذي درسناه تقريبا هو كان في السنة الأولى، أنا معي الآن نتيجة السنة الأولى: فقه إسلامي، علوم قرآن، عقيدة، علوم سنة، صرف، نحو، سيرة، بلاغة، علم اجتماع، علم النفس، تاريخ، تشريع، التدريبات اللغوية ولغة أجنبية. كنا ندرس كذلك اللغة الإنجليزية. هذه مم. بعض المواد التي درسناها في السنة الأولى. عندما تصل السنة الثانية تكون أكثر، عندما تصل السنة التي بعدها تكون هكذا، فالمواد تزيد دائما. تزيد. يعني ممكن نعم تبدأ تزيد، ما 25 تزيد. مادة. عكس المواد تزيد حتى تتخرج من الجامعة. طيب كيف كان العمل الأول؟ العام الأول نجحت بامتياز طبعا. لا، العام الأول نجحت بجيد جدا. مم. في الدور الأول نجحت أيضا الحمد طيب لله، ما بعد رفعوا نجاح. عنك الشرط آنئذ؟ لا خلاص انتهى الموضوع، بعد ذلك أغلقوا هذا الملف. لأنك أنت أبهرتهم طبعا. خلاص هذا رجل الملف. حافظ، قاري القرآن وحافظه وختمه وردده ودرس يعني. أشياء كثيرة. الحمد لله رب العالمين. لكن طبعا كنا من محبي الكرة والفرق الكروية وكذا، كنا نشيطين. يعني أنا كنت أيضا من مم. الناس المشاركين في فرق الكرة، كنت لاعب. كنت لاعب آه، تلعب يا تخانة. أنا كنت ألعب في الوسط. لكن لاعب الوسط، لاعب النص، ده ما هو الخطير يعني. طبعا، لكن للأسف الشديد يعني الكسر هذا الآن أنساني حتى لعب الوسط ولعب الأمام. شفاك الله، شفاك الله. الحمد لله رب العالمين. ظننت نفسي ما زلت في ريعان شبابي، فبدأت ألعب الكرة قبل عام. أنا سقطت في كرة مم. مع طلاب المدارس التي كنت أزورها وكذا. لا لا، ابشر ان شاء الله العافيه درجات باذن الله، وربنا نعم. يمتعك بالصحه طبعا والعافيه. طبعا طبعا كان معي في هذه المرحلة، كان معي أخ عزيز ورجل فاضل اللي هو البروفيسور إدريس موشي. ادريس، وأنا له السلام والتحيه. نعم له التحية والتقدير من هنا. وكذلك عبر هذه القناة إذا نعزيه في على وفاة وفاته. والده الذي سمعت به قبل قليل. حقيقة نعم نعزي نعم. عليه رحمة الله. توفي والده في مدينة كسلة. نعم نعزيه والله، يعني عزاء حار، وربنا يرحمه ويغفر له. إن شاء الله، اللهم ارحمه وأحسن إليه. أخونا إدريس موشي وأتم رجل عالم بالخير. جليل من علماء إريتريا. وهو أيضا من الناس اللي ما يحبوا كثيرا الظهور إلا أحيانا. رأيته معكم في إحدى الحلقات، ربما كانت نعم حدث نعم. في المشروع الإريتري، ولكن رجل عالم جليل. يعني ونعم. جمعنا به لقاء، وليس في برنامج، لكن في الحوارات والنقاشات نعم نعم الطويلة التي ليست لها نهاية. نعم نعم، هذا له قضية السلام لازم. والتحية. نعم. إن شاء الله. فرافقك في المرحلة الجامعية. لا، كان قبلي. هو كان يعني قبلي وكان من الذين يعني آه، اجتهدوا بقدر ما يملكون حتى يوصلوني، وأوصلني هو فعلا لعميد الجامعة اللي هو مختار أحمد ديرة. وهذا الرجل له من التحية والسلام، عالم من علماء ليبيا. يا سلام. وهو الذي أخذ، أنا أذكر أخذني هكذا بعنقي، وضع يده على رقبتي ودخل بها المكتب وقال: ماذا عندك؟ قلت له: عندي هذه الشهادة.
هم ردوني طبعا من قبل بنفس الشهاده. نعم المفروض كنا نكون دفعه واحده، ولكن انا السنه الاولى ردوني واخذوا ادريس لانه كان شهادته جديده، وانا التحقت به السنه التي بعدها. امم. وكلنا كانوا طبعا نعتبر جبهه التحرير هي التي قدمت لنا في ذلك الوقت فللمنحه في جمعيه الدعوه نعم الاسلاميه. نعم. كم كانت سنوات ومن الدراسة، الذين 4 ولا 5؟ سنوات دراسه كانت 4 سنوات. 4 سنوات. نعم. وكذلك من الذين كانوا معي واحد اسمه عبد الله، الأستاذ عبد الله هذا كان قبلنا نحن الاثنين، قبل إدريس أيضا. مم. نعم. كذا سنة. عبد الله مين نسيته صراحة، كان من له السلام الأساتذة. والتحية. له التحية منا. وكان معنا كذلك، التحق بنا أي بعدنا أيضا جاء واحد اسمه صلاح حامد نور، وهذا أيضا يعتبر من العلماء المخلصين الذين يعملون حتى الآن. هو يعمل الآن في المملكة العربية السعودية، لنا منه التحية يا سلام. والتقدير. نعم. أخونا صلاح حامد نور موجود في المملكة، ويعمل في مجال طيب جدا فيما يتعلق بالعلوم، في الموسوعات، في قضايا علمية كبيرة جدا. هؤلاء إن شاء الله لهم مستقبل، وما زالوا شباب في ريعان شبابهم، يعني إن شاء الله سيقدمون الكثير، طيب، يقدمون الكثير. المرحلة لكن الجامعية ترك كيف الجامعة انتهت صلاح. ومتى؟ مم. صلاح ترك الجامعة وانتقل، ذهب درس في السعودية، أكمل الجامعة في السعودية. مم. ونحن أكملنا في الجامعة بعد ما انتهينا من الجامعة بعد 4 سنوات. تخصص طبعا. 97 الآن مش كده؟ 97. نعم. طيب دكتور، أنا أعمل فلاش باك زي ما يقولوا ناس ناس المقابلات. نعم. آه، الفترة دي كنت تتردد على إريتريا؟ أنا إريتريا ما عدت لها بعد ذلك. تردد مم. على إريتريا، ما مشيت لها. أنت مواليد غردات أليس كذلك؟ نعم. أنت بلى. مواليد المدينة مواليد المدينة بلى. غردات؟ ورداد دوم الهلة. دوم الحلة، جميل. نعم. عشان بس نحرر الشهادة يعني. والأرث لا يحتاجون إلى شهادات يعني، لكن الشيء بالشيء يذكر يعني. فبعد نعم. نعم. ما خرجت من إريتريا لم تعد إليها حتى الآن. ما عدت إليها. بتقرأيت من البلو فقرة حامد فقرة البلو. يا رب شرهم كلنا بس فقرة بس. حامد يعني مم. أنا ما أعرف أنا سمعته ولا من عندياتي مش عارف. المهم يعني لما يقول فقرة حامد فقرة الزعيم طلع ولم يعد يعني، ففلان نعم. فقرة حامد فقرة لما تقول يعني لم يعد يعني. خرج وهو ولم نحن يعد. إن شاء الله كلنا نعود معا بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. دكتور طيب، ولكنك تتابع لأنه أصلا أنت مع الجبهة، منحتك من الجبهة وكنت في جهاز التعليم الإريتري. إريتري هذه أنت في كنفها وفي لباسها يعني. طيب الحمد لله. أكملت الجامعية 97 دكتور نعم. نعم. في اللغة العربية دراسات والعلوم الإسلام. الإسلامية والدراسات نعم. الإسلامية. نعم. طيب هل بدأت العمل ساعته ولا دخلت إلى الدراسات العليا؟ أنا قررت بعد الشهادة الجامعية أن أرجع، ولكن أصر علي الجامعة صراحة، أصر علي رحم الله. كان المسجل واحد اسمه آه، شعبان عبد الجواد. ترجع فرجل. وين ترجع السودان؟ لا، كنت أريد أن أرجع إلى السودان، ومنهم كل واحد كان يرجع للوطن أيضا، ولكن ما لم يكن الوقت يعني مناسب. ولم يكن. برك ما رجعت مع الأسف الشديد. حقيقة لا، حاول بعض الناس أن يعني يقولون لو أن رجعت الوضع. يا دكتور كنت حتكون زي حالتنا كده. أكيد أكيد. الحمد لله. والحمد لله يعني ضارة قدمتم نافعة. نعم. الكثير. أنتم قدمتم الكثير، عدتم مم. وقدمتم الرسالة، ولكن الرسالة انتكست من الداخل، لم تنتكس منكم أنتم على كل. جميل. كيف أقنعك أنك لا ترجع إلى الوقت ذاك يعني؟ أقنعوني لأني كنت أول من الطلاب النشطين جدا في الجامعة، مهم. فقالوا لي لابد أن تدرس دراسات عليا. جميل. قلت أنا ما أدرس دراسات عليا، أنا سأرجع عندي ظروف وكذا. قالوا لي لا، أنت لابد أن أولا تبدأ بالدراسات العليا ثم تعود. ماذا تريد؟ نحن نوفر لك كل شيء، المهم ادرس الجهة التي منحتك المنحة الجامعية. الجامعية نفسها. في الجامعة مسجل الجامعة أصر عليه رحمة الله الأستاذ شعبان عبد الجواد،
قال لي لابد أن تدرس أنت دون الطلاب، لابد أن تدرس دراسات عليا. يا سلام، جميل. فأخذت أوراق فأخذت أوراقي إلى مسجل الدراسات العليا وقلت له ها أنا طالب أريد أن أدرس دراسات عليا، ولكن لم تكن عندي الرغبة في ذلك الوقت لمواصلة الدراسات. لكن عندما أصر علي قلت بسم الله نبدأ على بركة الله، وبدأت الدراسات العليا. سجلت في قسم امم. علوم القرآن. يا سلام. وطبعا أيضا الدراسات العليا لم تكن سهلة. الدراسات العليا كانت سنتين، سنتين المرحلة طبعا. التمهيدية قبل الرسالة، قبل طبعا الماجستير. تمهيد ماجستير. تمهيد ماجستير سنتين، لم يكن تمهيد ماجستير لمدة سنة. نعم، في مصر سنتين كذلك. أيوة نعم. فبدأنا في المرحلة التمهيدية وكانت السودان ربما اعتقد هذه عاما واحدا. نعم. لا الآن طبعا كلها أصبحت عام واحد، وأصبحت حتى الرسالة نفسها أصبحت الماجستير كلها سنة واحدة الآن في نعم. كثير. فكانت هذه السنوات التي قضيناها، يعني سنتين في مرحلة الماجستير دراسة، وثلاث سنوات في مرحلة البحث الكتابة. دكتور، أنت كم أكملت دبلوم عالي اللي هو تمهيد ماجستير نعم. للماستر؟ أخذت 97، الآن دخلنا على 9، 99، أليس كذلك؟ بلى. طيب. بعدها كملت، برضو أصروا عليك ولا أنت خلاص دخلت في العناية؟ لا أنا الآن أنا دخلت في مساق المعرفة خلاص يعني. والنضج الحقيقي صراحة نعم نعم. والتعلق بالعلوم والكتابة والتأليف أخذت حميك زي ما يقول حقائق. أيوة خلاص. خلاص يعني. قد استهوتك حميت. المسألة. نعم. نعم. دخلنا الآن في عمق آخر. دخلنا الآن بدأنا راجعنا بعض المصادر التراثية، قرأنا كثير من القضايا التي تحتاج إلى قراءات. بدأنا ننقح في بعض الكتب. الوقت ذاك اكتهلت يا دكتور، زواج وكده ولا لسه لا لازم يعني؟ لا، أنا خلاص بعد ذلك قلت لا زواج ولا شيء، أتزوج الكتب. وفعلا مم. عشت رحلة طويلة جدا مع الدراسة. وحتى عندما ناقشت الماجستير قلت لا أنا واصل في دراستي، فقدمت رسالة دكتوراه مباشرة. طيب، الماستر كان في شنو الماجستير؟ الماجستير كانت في الحسبة في النظام الإسلامي، أصولها الشرعية وتطبيقاتها العملية. الرسالة مم. منشورة في عدد من المواقع، ومنشورة كذلك أظن في بعض المواقع الإلكترونية. الحسبة في. في النظام الإسلامي هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن من زاوية أخرى كيف تكون في المجتمع كمؤسسة، كيف تستطيع أن تصون هذا المجتمع، ومن أين تصونه، وكيف تحمي قيم المجتمع، وكيف تحمي المجتمع نفسه. هي عبارة عن حماية المجتمع الإسلامي من الذوبان في جليد كثير من القضايا. وشنو عبارة الحسبة دي؟ الحسبة دي طوال الواحد يتبادر إلى ذهنه في علم مم. الميراث وهكذا مثلا. أنا لأنه الحسبة الحساب وكده، المفردة دي كده حللها لنا دكتور. الحسبة فيها كلمة حساب موجودة فيها، ولكن الحسبة هي مصطلح من المصطلحات التي استخدمها علماء الإسلام القدامى في التراث الإسلامي. ولذلك يقول الإمام الماوردي رحمه الله نعم. في كتابه الحسبة، عنوان الكتاب نفسه الحسبة للماوردي. مهم. والماوردي يعتبر علم من أعلام المدرسة الشافعية. يا له كتاب ربما من الكتب الله. النوادر التي أتمنى أن يقف عليها كثير من الناس، عنوان الكتاب النكت والعيون. حتى وهو تفسير القرآن الكريم. كتاب النكت والعيون تفسير القرآن الكريم. يقول الحسبة في تعريفها، يقول هي واسطة بين القضاء وقضاء المظالم. مم. عبارة عن مؤسسة تقع بين مؤسستين في هيكل الدولة في شكلها. نعم. ال- السلطة العليا اللي هي يسموها الآن في هذا الزمن ماذا يسموها المحكمة العليا. نعم. المحكمة العليا هذه يسموها قضاء المظالم في الإسلام. مصطلح يسموه قضاء المظالم ويسموه المحكمة العليا. ثم تحت منها، تحت قضاء المظالم موجود نظام الحسبة، تحت من نظام الحسبة موجود القضاء. مم. فالحسبة بهذا المفهوم هي عبارة عن مؤسسة
بين القضاءين، قضاء المظالم والقضاء العادي. يعني في هذا البلد لو قلنا مثلا القضاء الأعلى والقضاء بين القضاء والقضاء هناك مؤسسة الرقابة، تسمى مؤسسة رقابية هي في الأساس. مم. يعني الحسبة هي مؤسسة رقابة تتابع الأخطاء التي يرتكبها الناس، لكنها مفقودة، يعني غير موجودة أصلا كمسمى. موجود في العالم الإسلامي ما موجودة أصلا، لا وجود لها. ولذلك حتى هي مربوطة بمصطلح آخر. يعني سيدنا عمر يقول رضي الله احتسبوا عنه. أعمالكم. القضية مربوطة بقضية احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. يا سلام. هنا تقع فيها مسؤولية أخرى، يعني قضية الاحتساب. الطلب من الله عز وجل. المثوبة أنت والأجر من الله، نعم. أيوة، يعني تحتسب، يقول لك احتسب أمرك احتسب. إلى الله. احتسب امرك الى الله، هذا مفهوم اخر داخل في موضوع الحسبه نفسه. مم. وادخله مم. سيدنا عمر من خلال الكلام الذي يقوله. يقول لك انت اعمل واحتسب، ولكن سيدنا عمر يقصد بها احتسب حتى اجرك الدنيوي. احتسبوا اعمالكم، فان من احتسب عمله وقع له الاجران. الاجر الاول اللي هو اجر الاحتساب اليومي نتيجه العرق والعمل والجهد، يعطوك حقك. و... والاحتساب الثاني لانك ربطته بقضيه اخرى، ولذلك هي حتى وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضية الاحتساب. يعني الإنسان إذا وضع اللقمة، انظر هذا الحديث العجيب الذي يربي الأسرة المسلمة. تربية يعني لا مثيل لها. ليس لأنه العادات والتقاليد ترفض هذا. لقمة، إذا وضع الرجل اللقمة في فم زوجته يحتسب بها، انظر يحتسبها عند الله عز وجل، كتبت له اجر هذه اللقمه التي يضعها في فم زوجته. المصطفى الحبيب عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني الحسبه تلامس اشياء كثيره، هي مؤسسه ولكنها تلامس كثير من القضايا لها علاقه بما يبتغيه الانسان. كل عمل تقدمه لابد ان تحتسبه لله تبارك وتعالى، ان يكون لك فيه يا ذلك. سلام. طبعا ولكم طبعا كذلك ان دكتور، شاء الله ما إن شاء تقومون به. الله إن شاء الله ولك أجر ذلك. يعني هذا موضوع طبعا. هل تم بحثه قبل حضرتك؟ تناولوه باتجاهات مختلفة أم كان؟ نعم، في مم. دراسات كثيرة جدا، ولكن الزاوية التي انت أخذت منها أو درست منها هذا الموضوع لم تكن سهلة، كانت ربما آه. صعبة ومعقدة. ولكن وفقت أخيرا، والرسالة كانت كانت دراسة، جدا. نوعية الدراسة كانت شنو؟ كانت دراسة وصفية تحليلية. وصفية تحليلية، أيوة. نعم. جميل جدا. والمصادر التي وجدتها ربما تفوق 1000 مصدر ومرجع، يا فكان سلام. الأمر علي شاق. أيوة، نعم. ولذلك كنت ارجع، في الغالب كنت ارجع للمصادر القديمه، لأن ربطتها الكتابات بزمن الحديثه معين دكتور؟ ربطتها بزمن معين ولا؟ لا، لم اربطها بزمن معين، ولكن ربطتها بالمجتمع المسلم اينما كان. والدراسه ما زالت مفتوحه، ربما الناس لو يريدوا ان يكتبوا في هذا المجال فيه كتبت عنه كثير من الرسائل. ايضا نعم، بعد نعم، نعم. كتب الناس الكثير من الرسائل حول الحسبه والاحتساب. جميل جدا. ولكن ربما كنت من وأحيانا دكتور، يعني فكرة الماجستير، الموضوع المناقش في البحث العلمي، أحيانا يوصوك المشرفون بأن تواصل في هذا الموضوع وتطوره إلى رسالة دكتوراه. فكيف خرجت؟ ما هي، ليس في التوصيات والنتائج وما إلى ذلك، ولكن في قرارة نفسك، هل فكرت أن تواصل في نفس البحث؟ ماذا كانت كبريات التوصيات؟ وهل واصلت فيه؟ وإذا ما واصلت في نفس الدراسة في الدكتوراه، لماذا انصرفت إلى شيء آخر مثلا؟ أول. بالنسبة للموضوع، حقيقة أنا دعني أذكر بعض العلام الذين كانوا مشرفين علي. أنا أشرف علي يشرفنا ذلك. دكتور الصديق حفظه الله نعم. لمدة سنتين، ثم انتقلت بعده للأستاذ الدكتور الساهي علي الحسين عليه رحمة الله، توفي. وهذا كان من الباحثين الأفذاذ، له قرابة 10 مؤلفات، وخاصة فيما يتعلق بالتراث والتحقيق. وكان رجل دقيق جدا وما يحب الإكثار في البحث العلمي.
وحفظ الله البروفيسور الصديق كان من الموسوعيين في مسألة الكتابة. فكل ما الليبي. أكتب شيء مم. يقول لي أضف أضف أضف، أبحث في هذا المجال، أبحث في هذا المجال، حتى وصلت الرسالة إلى 800 صفحة، مم. رسالة ماجستير. بعد ذلك انتقلت للبروف عليه رحمة الله الصاحي علي الحسين، هذا الذي أشرف عليه أخيرا. مم. فقال لي البروف الصاحي، قال هذا أنت تكتب؟ قال لمن؟ قلت نكتب للأمة. قال لا، الأمة هذه لا تقرأ. والله حقيقة أنا أذكر إلى اليوم هذا الكلام. قال هذه أمة لا تقرأ. قال لي لخص هذه الرسالة مثل ألفية ابن مالك. سألني من ألفية ابن، قال تعرف ألفية ابن مالك؟ قلت نعم أعرفها. قال لخص هذه الرسالة حتى تكون مثل ألفية ابن مالك في كتيب صغير حتى يقرأها الناس. هذه الأمة قال لا تقرأ. سبحان الله. حقيقة هذا مم. كلام صراحة يعني كان حقا عليه رحمة الله. فبدأت في تلخيص الرسالة، مكثت معه عام كامل. وأنا كل مرة، طبعا الطالب عندما يكتب شيء كل ما تكتبه تتعلق به، تبدأ أكيد. تتمسك به، تقول لا والله هذا لي أنا، لا أريد أن أتركه، لا أريد أن أفعل. يقول لا أحذف هذا، أحذف هذا، أحذف أحذف. يقول لا أنشر في مجلات، أنشر في قضايا أخرى، ولكن في هذا البحث لا أريده، لا أريد أخرجه. ثم وصلت الرسالة إلى 350 صفحة. معقولة. نعم. 350 صفحة الآن. عندما جلسنا للمناقشة أول يوم، أنا جالس في منصة المناقشة، عليه رحمة الله البروفيسور الصالح علي الحسين، قال هذا الطالب أنجز بحثه قبل أن أشرف عليه أنا. يا قال سلام. قال أذكر بهذا الحرف، قال ولكنني كنت من الذين لا يحبون الإسهاب، وكان مشرفه الأول من المكثرين، فأنا الذي أجبرت الطالب أن يضع هذا البحث في هذا الحجم الذي بين أيديكم. يا ثم سلام. وقعت ثم وقعت هناك، أذكر الذي وقع يعني طرفة جميلة جدا وقعت في المناقشة، وما زلت أنا أؤمن بها. أنا إذا مسكت بعض القضايا أحيانا يعني في تقدير أنها صواب، ربما لا أكون مصيبا ولكن أحسب أنها صواب. مم. المناقشة كانت حادة جدا. وأول سؤال طرح علي كان يقولون لي أثناء دراسة البحث، أفتح صفحة كذا صفحة كذا، قالوا لي أنت تقول أصول الإسلام التي يعتمد عليها الإسلام في دراسته، مثلا الأصول معروفة، الكتاب والسنة والقياس والإجماع. أنت تقول فقط الكتاب والسنة، ما هذا الكلام؟ من أين جئت به؟ فأنا قلت لا، الكتاب والسنة، قياس إجماع ما في. قياس إجماع هذا فيما بعد، وقياس إجماع هذا لو لم يكن الكتاب والسنة موجود لا يوجد قياس وإجماع. وهنا اشتبكت حلقة النقاش، نقاش. أصبحت حادة. فدخل البروف الصايح عليه رحمة الله، قال لهم متى أجمعت هذه الأمة؟ تحدثون الطالب، وبعدين قال تحجرون عقل الطالب. قال متى أجمعت؟ قال الأمة هذه افترقت عندما توفي الحبيب عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم. لم تجمع على شيء. توفي هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والناس افترقوا وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. إيش تقول اجتمعت الأمة؟ اجتمعوا على أي شيء؟ فقال لهم الطالب محق، اتركوه وشأنه. ثم قال الإجماع يأتي بعد الكتاب والسنة. أي إجماع تتحدثون عنه؟ لكن أنا أقول لا ننفي شيء اسمه إجماع في بعض القضايا الفقهية المتعارف عليها، إنما التي الأصول، نعم نعم. نعم في قضايا أصولية، نعم في الأصول التي اتفق عليها، في بعض القضايا التي أجمع عليها الناس، ولكن لا يوجد شيء اسمه إجماع أجمع عليه قضايا مجمع عليها 100%، وأنها هي من أصول المعتقد وحتى القياس، نعم نعم. نعم نعم. لا، هذا فيما بعد. قياس الإجماع، هذا القياس نفسه لو لم يكن هناك أصل من الأصول في الإسلام لا يوجد شيء اسمه قياس. على أي شيء نعم تقيس أنت؟ نعم نعم. تقيس، تستنبط من الكتاب والسنة ثم تقيس على ذلك. نعم. كان هذا موقف عجيب جدا، ولكن أنصفني حقيقة البروف الساحل الحسين عليه رحمة الله. يا ثم سلام. كذلك بعد ما انتهت المناقشة أعطوني الإجازة بدرجة امتياز. امتياز. توصية اللجنة عندي، اللجنة العلمية أوصت بطباعة الرسالة على حساب المؤسسة، ويأخذ الطالب مبلغ من المال وهكذا. ما لكن شاء الله. المهم، نعم. فالشاهد
يا بعدها سلام، أنا مبروك مبروك يا أستاذنا. الله يبارك فيك. جميل. فالشاهد بعدها دخلنا في موضوع الماجستير الدكتوراه. دكتوراه. طيب دكتور، أيوة. نحن سنتوقف هنا نعم. لحكم الزمن، لأنه ساعة البرنامج محدودة حتى لا نثقل على المخرجين لا بأس. والخارطة البرامجية. سنبدأ من حيث انتهينا اليوم بإذنه تعالى. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتبعها آه، إجماعا وقياسا. بارك الله فيك. إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، هذه السياحة الذاتية وسيرة العلماء أنا أحتفي بها دوما، ولأنها هي المدخل الصحيح للحوار الفكري والحوار الدعوي كذلك. فاسمح لي دكتور باسم كل المشاهدين، أولا أنا أتقدم إليك بوافر الشكر والاعتبار لأنك تحملتنا الآن الساعة 10 ليلا، وفي هذه البلاد التي نعيش فيها. هو في مدينة، نحن في مدينة واحدة، مدينة ميلبورن ولاية فيكتوريا. في هذا الوقت لا يتحدث بهذا الصوت إلا أحد أمرين: إما أن تكون إعلاميا أو أن تكون مجنونا يعني فالرجل أدخلناه في حلبة الإعلام. لا بأس. فبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك إن شاء الله. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. نسينا أن نبدأ بهذه الآية والتي أختم بها دوما. ويقول الشاعر العربي الطيب السراج رحمة الله عليه: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. نتمسك بهذه اللغة لأنها هي المفتاح لكل خير ولكل مستقبل مشرق لهذه الأمة. كنت معكم أيها الأحباب الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة، محدثكم مقدم ومعد البرنامج أحمد شريف، مع تحايا الزملاء المخرجين الذين يخرجون هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم. ضيفنا كان الدكتور البروفيسور إدريس محمد عثمان أرتعة، وللحديث بقية إن شاء الله. مثلنا أرتعة حلقات وحلقات بحوله تعالى. أتمنى لك الصحة والعافية والإقامة السعيدة بين أهلك وأحبابك. سعدت حبيبي. بلقائك وبارك الله فيك، شكرا، شكرا لك وأهلا أستاذ بك. أحمد. نورت شكرا لك أستاذ وعطرت. أحمد. الله يبارك. شكرا لك أستاذ أحمد شريف إدريس، وشكرا للإخوة وراء الكاميرات الخفية. وآسف على الإطالة، ربما أنا أحيانا يكون كلامي كثير، لا. ولكن لي منكم التحية والاحترام والتقدير. وأحسب مشروعك هذا أستاذ أحمد شريف إدريس إن شاء الله سيكون من أنجح المشاريع، إذا ما إلا أنه مشروع يؤسس إلى لتوثيق أعلام إريتريا. ليس دكتور إدريس، أنا عبارة عن نقطة في البحر من أعلام إريتريا منهم يا الكثر سيدي. المتواجدين. فجزاك الله خير على هذه الإطلالة الطيبة، وأشكرك جزيل الشكر، ولكم مني التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك.